مين الأقوى؟ الجوزاء أم العقرب؟ مين الأقوى؟ الجوزاء اللي بيعرف يقنع أي حد بكلامه، ولا العقرب اللي عنده قوة نفسية تخليه يسيطر على أي موقف؟ النهاردة عندنا مواجهة قوية بين اثنين من أذكى وأقوى الأبراج، الجوزاء والعقرب. فكر كده، مين فيهم هيكسب؟ الجوزاء سريع البديهة، بيقدر يغير تفكيره في لحظة ويتأقلم مع أي وضع. بس العقرب عنده هدوء قاتل، دايما سابق بخطوة وبيفكر في كل حاجة بعمق. مين اللي ممكن يتفوق على التاني؟ خلونا نشوف. التفكير والأسلوب. الجوزاء سريع التفكير، عنده 1000 فكرة في دماغه في نفس اللحظة. ممكن يكون بيتكلم عن حاجة وفجأة يدخل في موضوع تاني بدون ما يحس، وده اللي بيخليه شخص ممتع جدا في الحوارات، لأنه دايما عنده جديد وما تحسش معاه بالملل أبدا. العقرب بقى على العكس تماما، ما بيحبش العشوائية، بيفكر في كل كلمة قبل ما يقولها، وبيعرف يقرأ اللي قدامه كويس جدا. يعني لو بتتكلم مع عقرب لازم تبقى فاهم إن كل كلمة بتقولها متحللة عنده في دماغه، وهو عارف انت بتفكر في ايه حتى قبل ما تكمل جملتك. الجوزاء بيعتمد على مهارته في الإقناع، ولو اختلف معاكي ممكن يجادلك بطريقة تخليك مقتنع انه عنده حق حتى لو مش متأكد. قدرته على التلاعب بالكلام رهيبة، وده اللي بيخليه يكسب أي مناقشة بسهولة. أما العقرب مش بيحب الجدل الكتير، لكنه عنده قوة في كلامه تخليك تحس إنه واثق في نفسه بنسبة 100%. لو دخل معاك في مناقشة مش هيقول كلام كتير، لكنه هيكون مركز وقوي لدرجة تخليك تحس إن أي كلمة بيقولها هي الصح. العلاقات والتعامل مع الناس. في الحب، الجوزاء بيحب التجديد والمغامرة، لازم يحس إن العلاقة مليانة مفاجآت، ولو حس بالملل ممكن يبعد بدون مقدمات. هو شخص اجتماعي جدا وعنده قدرة إنه يخلي أي علاقة ممتعة، بس في نفس الوقت ممكن يكون صعب التوقع، وده بيخلي التعامل معاه تحدي كبير. العقرب على العكس تماما، مش بيحب العلاقات السطحية، بيبحث عن العمق والإخلاص، ولو حس إن الطرف التاني مش صادق هيختفي من حياته نهائيا. هو برج مشاعره قوية لكن مش بيظهرها بسهولة، وبيفضل يحافظ على غموضه عشان يختبر الناس اللي حواليه. مع الأصدقاء، الجوزاء هو الشخص اللي مستحيل تمل معاه، كل يوم بفكرة جديدة وضحك ومواقف مجنونة. بيحب يكون في وسط الناس ودايما عنده حكايات جديدة. أما العقرب فبيختار أصدقائه بعناية شديدة، مش أي حد يدخل دايرته القريبة، لكن لو وثق فيك هتكون من أقرب الناس ليه، وهيكون معاك بإخلاص لا يوصف. مين الأقوى في المواجهات؟ في الجدال، الجوزاء هيقنعك بكلامه وهيخليك تقتنع إنه صح حتى لو مش مقتنع. أسلوبه الذكي وخفة دمه بتخليه يعرف يخرج من أي موقف منتصر، لكن العقرب عنده نظرة تخليك تشك في نفسك قبل ما ترد. هدوءه وثقته بنفسه بيخلو أي حد يراجع نفسه قبل ما يواجهه. الجوزاء عنده قدرة رهيبة على التكيف والخروج من أي موقف منتصر، لكن العقرب عنده هدوء وثبات نفسي يخليه دايما ماسك زمام الأمور. ده غير إنه لما يقرر يواجه حد بيبقى مستعد ودارس الموقف كويس جدا. يعني لو عندنا مواجهة بين الجوزاء والعقرب، الجوزاء هيحاول يراوغ بالكلام ويوصل لفكرة تقنعك، لكن العقرب هيكون صامت ومركز، ولما يتكلم هتكون كلماته محسوبة ومدروسة، وده اللي بيخلي المواجهة بينهم قوية جدا. الخاتمة. في النهاية، كل برج عنده أسلوبه اللي بيميزه. الجوزاء بيعتمد على ذكائه وسرعة تفكيره، والعقرب بيعتمد على قوته النفسية وتحكمه في الأمور. لكن السؤال الحقيقي في أرض الواقع، مين اللي بيقدر يفرض نفسه أكتر؟ المواجهة بين الجوزاء والعقرب مش سهلة. الجوزاء سريع ومراوغ وبيعرف يخرج من أي موقف بكلامه، لكن العقرب ثابت وهادي وبيحسب كل خطوة. فكر كده، لو حصلت مواجهة حقيقية بينهم، مين اللي هيكسب في رأيك؟
اكتبوا لي في التعليقات انت شايف مين الأقوى. الجوزاء اللي بيعرف يتأقلم ويخرج من أي موقف، ولا العقرب اللي عنده قوة نفسية وتحليلية تخليه دايما مسيطر على الأمور؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. استنوني في فيديوهات أقوى عن الأبراج. سلام.